بس في نص الليل حصل صوت محدش يقدر يفسره، وصوت المية كان راجع من غير مطر ولا مجرى ولا سبب. الساعة كانت تقريبا 2 بعد نص الليل والدنيا هادية، لا في كلب بيوهو ولا ديك صاحي. حور كانت نايمة، لكن صحيت على صوت غريب جدا، صوت كأن حاجة بتتحرك ببطء، كأن المية بتنساب على التراب. قامت من السرير وفتحت الشباك. العتمة كانت سودة قوي، بس في حاجة كانت بتلمع في البعد، خط رفيع كده بيتحرك ناحية بيتها. قالت لنفسها: معقول؟ المية؟ نزلت بسرعة من غير ما تصحي حد وخرجت قدام البيت. الأرض كانت مبلولة فعلا، ولما مشيت شوية لقت أثر المية جاية من ناحية الساقية القديمة. مشيت وراه لحد ما وصلت عندها، وهناك شافت حاجة خلتها تتجمد في مكانها. الساقية اللي كانت ناشفة بقالها سنين كانت بتنقط مية من قلبها، مش كتير بس كفاية يخلي التراب حوالين المجرى رطب وكأنها بدأت تفوق من سباتها. حور وقفت تبص في المية وهي بتلمع في ضوء القمر، وقلبها بيرفرف بخوف وفرحة في نفس الوقت. مدت إيدها تلمسها، وساعتها المية بردت جدا كأنها فيها نفس. رجعت بسرعة والخوف ماسكة من كل ناحية، ولما بصت تاني للسارية شافت حاجة صغيرة بتطفو فوق المية، ورقة قديمة ملفوفة بخيط. مدت إيدها وخدتها، فتحتها بهدوء ولقت مكتوب فيها بخط شاكي كده: اللي يلاقي الرسالة دي يكمل اللي بدأته أنا. الحق مش بيموت، بس ساعات بيغرق، والمية دي شاهدة. تجمدت حور مكانها وقالت بصوتها المبحوح: مين اللي كتب دي؟